بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة والتسليم. السلام عليكم حبيباتي، مرحبا بكم معايا في هاد لا فيديو جديدة إن شاء الله تلقاكم بخير. راح نشارك معكم وجبة العشاء، قلت لهم واحد لي ساندويتش بواحد خبز التورتيلا من أروع ما يكون يا البنات. ويعني راح ديروا كمية كبيرة اللي تقدروا تحتفظوا بها حتى في المجمد. شوفوا كيفاش يجي الطري، شوفوا تقولوا عليه توالق، شوفوا الطري كيما ديروا له، يعني ما يتكسرش وما يتقطعش، بطريقه تحضير مميزه. ان شاء الله يعني تعجبكم حبيبات قلبي، وان شاء الله تجربوا هذا الخبز هذا وديروا به لي ساندويتش، خاصه وحنا دوكا رانا مقبلين على الصيف، الخرجات الصيفيه. اول حاجه هنايا خديت صدر الدجاج، دونك نوجدوا قبل لافارس تاعنا. صدر الدجاج نقطعوه الى شرائح تكون رقيقه شويه بالطول. درت ملح، فلفل الكحل، العكري، مغرفه صغيره تكون مليحه تاع توابل الشاورما، لا موتارد، شويه تاع الزيت، عندنا بصل بودره، توم بودره، علبه تاع ياغورت طبيعي. ونخلطوا هكذا كامل مليح مع بعض. ما تنسوش ديروا عصره قارص. المهم نخلطوهم كامل مليح مع بعض ونحطوا صدر الدجاج في الثلاجه. دوكا نروحوا نحضروا مع بعض الخليط. هنا في الوعاء ديالي حطيت كاس حليب، كاس ونص تاع ماء، يعني يكونوا عاديين في درجه حراره الغرفه. دونك بالنسبه للكيسان، شوفوا هذا الكاس الاول، زدت استعملت هنا الكاس الثاني، الكاس الثالث، الكاس الرابع، وعندنا هنا الكاس الخامس. انا في الاول استعملت 5 كيسان. نغربلو الفارينه ديالنا، نزيدوا عليهم البنات، شوفوا معايا، مغرفه كبيره تاع الملح، ومغرفه كبيره معمره مليح مليح تاع حليب البودره، اللي يعطينا ولا يعاوننا باش يمدلنا تاني هذيك الخفه وهذيك الطراوه، خاصه في الخبز تورتيلا ديالنا. هنايا زدت 2 كيسان، يعني رفدت لي تقريبا 7 كيسان تاع فارينه. وقلت لكم نتوما المهم خياتي روحوا غير بالعقل حتى تنطم معانا العجينه، ونتحصلوا على عجينه اللي تكون شاده روحها نوعا ما، وفي نفس الوقت يعني ما تكونش يابسه بزاف، تكون شغل متماسكه وتلصق شويه. دوك تشوفوا معايا هنا القوام، شوفوا نطموها مليح. من بعد حطيتها فوق مكان العمل، عجنتها غير شويه، واحد 2 دقائق برك، باش كل المكونات تندمج مع بعضها البعض. دونك كما شفتوا بالنسبه للمقادير ما عندناش مكونات بزاف في هذا الخبز. استعملنا الفارينه، الملح، واستعملنا الحليب، وعندنا حليب بودره. هذا ما كان. مم حليب البودره اذا كان ماشي متوفر عندكم ممكن تستغناو عليه. هنايا بعد ما خليت العجينه ديالي ارتاحت حوالي هكذاك 10 دقائق برك، نخلوها تريح، ومن بعد نقسموها هكذا الى قطع تكون صغيره. بالنسبه ليا هنايا انا قسمتها هكذا الى كرات اللي وزنتهم حوالي 85 غرام. نتوما وزنوهم ولا ديروهم على حساب الحجم تاع السنيوه ديالكم، ولا عفوا على حساب الطاجين ولا المقله اللي راكم رايحين طيبوا فيها الخبز ديالكم. هنا تحصلت انايا على كما كتشوفوا في هذا البلاطو عندي 12 وعندي هنايا 4، دونك عندنا كلش 16 كره. درتهم في بلاطو اللي رشيت عليه الفارينه. نغطيوهم هكذا من الاحسن بكيس بلاستيكي، ونخليوهم يرتاحوا تاني حوالي برك 10 دقائق واحده اخرى هكذا، باش يعطونا الطوع ونقدروا نحلوهم بكل سهوله. هنا البنات بالنسبه للطريقه، نحلو زوج كيف على ضربه، نحلوهم غير شويه برك بمساعده الفارينه. نحاولوا نحلوهم على حجم يكون صغير شويه، يعني ماشي كبير بزاف. تبعوا معايا برك لا فيديو باش تفهموا مليح مليح. هنايا فوالا هم ليك، نحلوهم غير شويه برك، ومن بعد نديروا عليهم شويه فارينه، ونزيدوا عليهم رشات تاع الزيت، يا اما هكذا بالبانسو ولا بهذا البخاخ هذا، ونغلقوهم كما راكم تشوفوا معايا. كما قلت لكم نحاولوا نديروهم نفس الحجم باش كي نغلقوهم يجوا كيف. هنا نسوديو الجوانب، نغلقوهم مليح مليح، نقلبوا تاني على الجهه الاخرى باش نتاكدوا راهم راهم نفس الحجم وراهم مغلوقين بيان. نرشوا دائما الفارينه فوق سطح العمل ديالنا وعلى العجينه، ونحلوا بالحلال دوائر اللي تكون رقيقه في الحجم ديالها. هنا طبعا انا كنت مسخنه الطاجين ديالي على نار تكون متوسطه البنات، ما تكونش قويه بزاف وما تكونش ناقصه بزاف، لانه اذا كانت النار ناقصه راح الخبز ديالكم يجيكم يابس، لانه راح يطول باش يطيب. واذا كانت قويه بزاف تاني شغل يقدر يتحرق لكم ويقدر ياخذ اللون ويجيكم تاني يابس. لذلك هنا النار تكون متوسطه الى قويه نوعا ما. وشوفوا معايا غير نحطوا الخبز ديالنا، نبقاو كل 3 ثواني 4 ثواني نقلبوه على الجهتين حتى شوفوا يطيب، يدير هذوك النقاط من الفوق يعني يدخلوا طياب.
ومن بعد شوفوا هو سخون نقدروا نفتحوه. انا ماشي لازم يكون سخون، ميم لو كان يبرد راح يتفتح معكم بكل سهوله. تحبوا هكذايا بعد ما تحلوهم تعاودوا ترجعوه مع الجهه الاخرى للطاجين، غير يعني تمتم هكذا باش ما ينشفش معاكم. على كل حال هما راهم طايبين معايا، نزيدوا يعني كي نعمروهم ونبريسيوهم في البانينوز وكامل، يعني الخبز راح يطيب. احنا المهم يكون دخلوا طياب. هاي ليك النتيجه. وهنا غير نكملوا البنات نحطوهم في طرشونه نغلقوا عليهم مليح مليح، ومن الاحسن نزيدوا لهم كيس بلاستيكي هكذا باش يبقاو لنا طريين. تقدروا حتى تحتفظوا بهم في المجمد في كيس بلاستيكي وتجبدوا يعني على حساب الكميه اللي تحتاجوها. كما كتشوفوا معايا كميه كبيره الله يبارك، وكل خبزه فيها 2 خبزات الداخل. هاوليك شوفوا النتيجه، يعني ما شاء الله. اوليو اللي نقعدوا نطيبوا بالوحده وكامل هكذا، يعني راح نضربوا عصفورين بحجر واحد، راح نطيبوا 2 على ضربه. والاهم من ذلك شوفوا يجي واحد الخبز الطري ما شاء الله، يعني ما يتكسر ما يتفتت ما والو. برك احتفظوا به مليح، هذا ما كان داخل كيس بلاستيكي وما تخافوش. بالنسبه لفارس البنات انا درت دوبلو فارس في هاد الساندويتشات، دونك درت لهم تحدي لولادي، قلت لهم راح ندير لكم طاكوس احسن من تاع المحلات. عندنا لا فارس الاولى اللي كانت هاد الشاورما تاع الدجاج، هاي لك هنايا طيبتها في المقله، ما نديروا لها لا ما لا والو. هذا الماء اللي خرج من الدجاج ومن الياغورت شوف نطيبوهم في مقله حتى شغل يتحمروا هكذا بهذا الشكل هذا. ودرت لهم لا دوزيام فارس اللي كانت عباره على اللحم المرحي اللي كنت قليته في المقله تاني في شويه زيت مع البصل وملح فلفل الكحل. هاو الخبز ديالنا بعد ما برد. هنايا درت لهم قبل درت شويه تاع الجبن الابيض، ومن بعد نحطوا لا فارس ديالنا، يا اما هذاك اللحم مرحي ولا هذيك الشاورما تاع الدجاج. وكانت عندي تاني البطاطا المقليه اصابع تحبوا ديروها ولا على شكل مربعات. نزيدوا عليهم البنات هنا خالط تاع بصل ومعدنوس راح يمد بنا بزاف هايله. وهنا يوم بعد زدت شويه هذيك تاع لا فيونداشي، ونزيدوا شويه تاع الجبن المبشور شيدار موتزاريلا، يعني واش يكون متوفر عندكم. تقدروا هذا الجبن ديروه في النص تاع لا فارس ديالكم باش يحكم لكم كامل المكونات، يعني من الاحسن في الوسط ما ديروش هكذا من الفوق في الاخر. هنا بالنسبه للغلقه شوفوا كاين 2، كاين هاد الطريقه الاولى نغلقوا هكذا بهذا الشكل هذا، وكاين الغلقه الثانيه اللي صراحه انا تعجبني خير وخير ونشوفها بخاتك على هاد الغلقه هذه. هنايا مباشره حطيتهم داخل الاله اللي شاركتها معاكم خليتهم يتبريساو. هنا كملت درت يعني الساندويتش الدوزيام. كما قلت لكم في هذه المره درت الجبن هو اللي يكون في الوسط هكذا باش شغل كي يدوب راح يحكم لي كامل هذوك المكونات. وفي الاخر كامل زدت شويه من الجبن تاع الموتزاريلا. هذا الساندويتش تاع وليدي الكبير يحب الاجبان، اما انا والمسيو ما نحبوش بزاف الجبن. فوالا بريسيتهم شوفوا حتى تحمروا. انا بيان سور باش نعاون البانينوز ديالي كنت رشيتها بشويه زيت، راح تعاوني باش تعطيني القرمشه والتحميره كيما راكم تشوفوا. خرجوا واحد لي ساندويتش بدوبل فارس، خرجوا يشهوا خياتي جربوهم. هاي لك هنا النتيجه مع هذاك الجبن يجي مفرمج ويجي دايب. واش نقول لكم انا راهم سخونين يشلفطوا. جو ساندويتشات تاكوس يشهوا من اروع ما يكون، هادوما لازم تجربوهم وتستمتعوا بهم مع افراد العائله. نسمعوا القرمشه على المباشر، دونك واحد الخبز بزاف هايل وساهل ساهل ساهل في التحضير ديالو. واللي عجبني خياتي نحضروا كميه كبيره. نقول لكم في الاخير شاهدكم في الجنه حبيبات قلبي، ما عليكم برك تجربوا الوصفه وما تنساوش تشاركوني تطبيقاتكم على صفحتي على الانستغرام لاني نفرح بها بزاف بزاف. دمتم في رعايه الله وحفظه، السلام عليكم.